صبحكم الله بالخير والنور والسرور متابعينا الأعزاء، نرحب فيكم ونقول لكم أهلا وسهلا. وأنا أتصفح أو أتجول في أرجاء الإنستغرام وأتصفح بعض، وهو كالعادة يعني واحد يقعد الصبح ويتجول في مناطق السوشيال ميديا وخاصة الإنستغرام يعني. فحضرتني قصة جدا جميلة بفنون الإقناع، مش محاضرة أقنعكم، لا، بفن الإقناع، لأنها فعلا قصة جدا جميلة وتستحق حقيقة الذكر. في أحد الكليات الأوروبية، طبعا تتنوع فيها الجنسيات وتتنوع فيها الديانات. فدخل عميد الكلية أو مدير الكلية أحد الصفوف الطلبة اللي فيها مسلمين ومسيحيين وفيها يعني ديانات وجنسيات وجاليات كثيرة، وقال لهم اليوم بيزورنا ضيف أحد القساوسة الكبار الموجودين في المنطقة ومع شخصيات كبيرة. طبعا بعد شوي دخل القس ومع هذه الشخصيات وجلسوا وانتظروا دكتور المحاضرة ينتهي من المحاضرة أساس أن يبدأ القس هذا بالحديث مع الطلبة. فقال هذا القس: أنا أبى أسأل الطلبة المسلمين سؤال. قالوا له تفضل. قال لهم: طبعا ذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بليلة وحدة أسرى من مكة إلى فلسطين، وأسرى به في الإسراء والمعراج، وبنفس الليلة رجع نفس المكان. وانتم تعرفون أن المسافة بين مكة وبين فلسطين هذه لا تنقطع يعني يقطعون بمسافة كبيرة، وكيف أسرى فيه إلى السماء وعرج فيه ورجع مرة ثانية إلى الأرض بنفس الليلة. اقنعوني في هذا، يعني أحد عنده جواب؟ رفع يديه أحد الطلبة قال: أصبحنا اليوم نحن نسمع الأخبار تينا من لندن وتتنقل بثواني، أخبار لايف من الراديو والبث المباشر، في خلال ثواني توصلنا هذه الأخبار وأقل من جزء من الثانية. فسبحان الله، هذه قدرة المخلوق، هاي قدرة بني آدم أن اخترع لها شيء ووصلنا المعلومة بهالطريقة أو توصلنا الخبر بهذه السرعة، فما بالك بالخالق. يوم المخلوق البشر قدر وصلنا هذا المستوى، ما بالك في رب البشر. رد القسيس قال هذا الطالب: أحسنت. وهذا كان الجواب اللي بخاطري. طبعا عجت القاعة بالتصفيق لهذا الطالب والثناء عليه. فقال القسيس: عندي سؤال ثاني. قالوا: تفضل. قال: طبعا طائرة فيها مئات الركاب، سقطت الطائرة وتوفوا كل من في الطائرة، وبنفس الوقت قطار فيه عشرات الناس، بعد استوى حادث أو انقلب وتوفوا هذيل الناس كلهم بنفس الثانية. فيجيبوني كيف ملك الموت بيقبض أرواح هذه الناس كلها بنفس الثانية، كلهم بثانية واحدة. يعني زي ما نسمع عن كوارث مثال، نسمع عن حروب، قنابل، كارثة تقتل هذه خلال ثواني. فكيف القدرات الملك هذا أن يقبض أرواح هذه الناس كلهم بثواني؟ أجيبوني على هذا السؤال. فرفع يديه نفس الطالب قال له: يا حضرة القسيس، أنت كم مصباح؟ نحن في المدينة صحيح؟ قال: نعم. قال: كم مصباح في المدينة بالشوارع؟
قال له مئات المصابيح، ربما يكون 1000 مصباح، ممكن آلاف المصابيح. قال إذا نبى نبندهم ونشغلهم، هل نبند واحد واحد؟ قال لا، سويتش واحد بند. قال له سبحان الله، إذا كانت هذه قدرة المخلوق بني آدم أن يصنع سويتش واحد يبند هالليتات كلها آلاف بل ملايين الإضاءات بسويتش واحد، فما بالك الخالق اللي خلق هذا الإنسان وأعطاه القدرات وقدر يعمل هالشغلات. فالخالق يعني قدرات شو نتوقعها. تلا عليه آية من القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طبعا عجت القاعة بالتصفيق ولموا التموا حول الطالب ورفعوا واستانسوا وسووا له عزيمة عشاء واقتنع القس، يمكن أسلم بعد، الله أعلم. فأسلوب الإقناع أحيانا بالفطرة ترد على كثير من الناس طرق ممكن يكون أسئلة سخيفة، أسئلة استخفاف. هذا القس أنا أعرف ولا أتوقع أني أعرف، لكن يبي يكسر شوشة المسلمين أو يبي يعني يشكك فيهم في دينهم. لكن طلعوا من الطلبة اللي كسر شوشته على قولتهم، أو يعني يحاول أنه يرد عليه الصاعين. ففنون الإقناع، وكثير من الناس يجونا حقيقة غلس وتبغى تقنعه، لكن يجيب لك أشياء أنت أحيانا ما عندك رد أو ما عندك منطق في الرد، خلاص يعني إذا ما رديت عليه إنه هو صح. فهذه أحد القصص اللي صراحة عجبتني وحبيت أنقلكم إياها، وحياكم الله.